هي ما كانتش مدية اخوانه وهي بتكتب الجوابات لصديقها، يعني المفروض يكون امين ويقرا الجوابات دي ويخرس، لكن هو ما عملش كده، هو راح اداها لجابرييل جارسيا ماركيز. بتبقى صعبة قوي لما نكتشف ان الحياة غير عادلة من واحنا اطفال صغيرين. بطلة الكتاب ده اكتشفت ان الحياة ظالمة وغير عادلة من وهي عندها 4 سنين. في كتاب بريد الذكريات إيما ريس بتتكلم عن ذكرياتها لما كانت طفلة عندها 4 سنين وعايشة وسط مجموعة من الأطفال وست كبيرة يعتبر إنها بترعاهم، بس هي يعني كانت بتعنفهم وبتتعرض لكتير من المواقف اللي فيها تعنيف جسدي ولفظي وجنسي. وبعد شوية بتروح تعيش هي وأختها إلينا في دير، ولو متوقعين إن الحياة هتبقى أفضل فهي بقت أسوأ. شطارة إيما ريس إن هي ورتنا كل المعاناة دي من عيون طفلة صغيرة. يعني هي كانت بتحكي على الاعتداءات اللي كانت بتحصل من نظرة طفلة صغيرة، هي مش عارفة إن ده اعتداء جنسي، هي بتتكلم عن الحاجة وإحنا اللي بنندهش، إحنا اللي بنتخض، إحنا اللي بنلطم وإحنا عمالين نقرأ، وهي بتحكي بكل براءة شديدة جدا. في رأيي إن أقوى مشهد في الكتاب هو المشهد اللي كانت بتتكلم فيه عن الشخصية الوحيدة اللي كانت بتعطف عليها، وهي راهبة اسمها ماريا. أوكي؟ طيب، وهي إيما بتحكي، إحنا هنقرأ بين السطور ونكتشف إن الشخصية الوحيدة اللي عطفت عليها ماريا دي اعتدت عليها جنسيا. وزي ما قلت لكم هنا معلمة إيما ريس، هي ورتنا الاعتداء، ما جابتش سيرة كلمة اعتداء لفظي، ما كانش فيه مشهد حسي. احنا عرفنا ان في اعتداء حصل وهي مش عارفة، يعني احنا عرفنا والطفلة مش عارفة.